أسبوع على قناة الساحل. معي أنا فاطمة باب الحسن. مساء الخير مشاهدينا الكرام متابعي قناة الساحل، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم ظلال الخبر. في هذه الحلقة نناقش موضوع زيارة الرئيس الجمهورية، زيارة لولاية الحوض الشرقي مطلع الأسبوع الماضي أثارت موجة واسعة من النقاش السياسي والإعلامي نظرا لما حملته من رسائل مباشرة وغير مباشرة حول قضايا تتعلق ببنية الدولة وموقع القبيلة وانضباط موظفي الحكومة والأوضاع الأمنية في دولة الجوار مالي والأوضاع السياسية، إضافة إلى التلميحات حول الحوار السياسي والانتخابات ومحاربة الفساد. أهلا بكم من جديد. في هذا الموضوع نستضيف لكم السيد يعقوب أحمد مرابط رئيس حزب تجديد الحركة الديمقراطية تحدي. أهلا وسهلا بكم سيد رئيس. بداية تابعتم زيارة الرئيس الماضية لولاية الحوض الشرقي واستمعتم لمجمل الخطابات، كيف تقرؤون هذه الخطابات؟ وهل هي تحول في خطاب السلطة أم إعادة لنفس المفاهيم التي تعودنا عليها من خلال خطابات رؤساء الحكومات؟ أهلا وسهلا ومرحبا، شكرا لكم على إتاحة الفرصة، شكرا على هذه السانحة. نحن في حزب تجديد الحركة الديمقراطية تحدي تابعنا كيف أهل موريتانيا كاملين هذه الزيارة اللي عدل رئيس الجمهورية محمد بن الشيخ الغزواني لولاية الحوض الشرقي، واللي نعتبروها من ناحية الأصل عنها زيارة مطلوب عن يعود رئيس الجمهورية يعدل هذا النوع من الزيارات. يقير اللي خسر هذا اللي خسر طرح جدوائية هذه الزيارة هو ذا اللي صاحبها وحولها من اللي صاحبها من المظاهر اللي تخلع على موريتانيا واللي مخيفة على تجعلنا نحن بعد في المعارضة الديمقراطية في وضع حساس وفي وضع يتطلب منا زيادة الأداء السياسي بين استمرار هذه الزيارات الكرنفالية وبين نوعية الاستقبالات اللي عدلت بين عن يلا تعود زيارة رئيس الجمهورية ولاية الحوض الشرقي، يلا تعود زيارة عمل، يلا تعود زيارة تنموية، يلا تعود زيارة تحل مشاكل المواطنين الموريتانيين، تحل مشاكل الولاية ككل بمقاطعاتها وبمراكزها الإدارية وبقراها وبحواضرها ونقاط التجمع السكنية اللي فيها. نعرف عن هذه ولاية الحوض الشرقي من أكبر ولايات موريتانيا ومن أكثرهم أهمية من الناحية السياسية ومن الناحية الاقتصادية ومن أكثرهم ملي كذلك كثافة ومن أكثرهم حاجة في ذلك قالوا التنمية، لأنها للأسف الشديد ولاية منسية، ولاية مضيعها الفقر، ولاية مضيع انتشار توسع دائرة ثنائية الجهل والفقر، وهذا من تعرفوا عنه من عوائق التنمية. وكان في هذا النوع من الحالات يعلق عن زيارات الرؤساء للولايات عنها تعود إضافة. يقير هذا انعكس في واقع آخر ما هو اللي خلق من اللي هذه الزيارة جذرت القبلية، جذرت الجهوية، جذرت التنافس القبلي اللي ذوكواه قدامك هذا الوزير الفلاني وهذا الأمين العام الفلاني، هذا جايب قبيلته تسكن في المنطقة الفلانية جايبة 100 سيارة وفي واجهتها سكان نواكشوط ولا هم السكان المحليين. وهي في الزيارة في الأصل يلا تعود زيارة تركز على السكان المحليين، تركز على التنمية المحلية وتركز على تشخيص الواقع والمشاكل وتعود لا تعود تشكل حل. ويقال للأسف هذا ما هو اللي خلق. رئيس الجمهورية جبر وزراء وجبر الحكام وجبر الولاة وجبر الموظفين هون ومناء العامون ومدراء القطاعات هون والمشاريع جبرهم في النعمة. لكن هو قاع كان يقد يعدل لهم هون لقاء في نواكشوط ونعود سلكنا من ذي التكلفة الباهظة الكبيرة من ناحية التكاليف. فهمتني بها اللي الزيارة شملت
عدة مقاطعات شملت حكما لمقاطعات الولاية، وهذا في الحقيقة مكلف ويقابل اللي ياسر من وقت رئيس الجمهورية اللي الله يعود كان يتابع في مشاكل البلد وتحدياته الكبيرة، رغم أنه هو قاع ياسر من ذا الوقت اللي يعود عنده يعطيه مسافر، ولكن بعد حضر فيه الداخل. احنا ذاك ما هو شيء عندنا مرحبين به. الجوانب الصلاخرة اللي عكست هو عن أهل موريتان، أهل نواكشوط، وزراء الوزراء وأطر نواكشوط استقبلوا رئيس الجمهورية ورئيس الحزب الحاكم ومجموعاتهم ومنتخبينهم جابروا في ولاية الحوض الشرقي. هذا قد يعود من الساعة اللي عاد هو رئيس في هاي المأمورية الثانية ما فات خلق وضارك بعد ذاك واخلق. واضح. سيد رئيس، أنتم استمعتم لخطابات الرئيس وهي موضوع هذه الحلقة، القراءة في الخطابات. الرئيس شدد على نبذ القبلية والشرائحية والجهوية، أيضا حذر الموظفين من ممارسة القبيلة. ألا ترون أن هذا التشديد أتى في وقته؟ كيف تقرؤون هذه الرسالة بالضبط؟ شوف، رئيس الجمهورية والشيخ القزواني للأسف اللي يعطي من الرسائل ما تقد تنقبض على محمل الجد، وهذا في الحقيقة مخيف. باللي منين يعود رئيس الجمهورية يعطي أوامره ولا يطرشي، ويهدد ولا يطرشي، ويصرح ولا يطرشي، ويمعني ويلمح ويجانف ويجولي ويمقط الصبع ويعود كامل ما يطرشي. في الحقيقة مخيف على مجموعته هو وصراعاته الداخلية وموالاته، فما بالك قاع بموريتاني والوضعية السياسية اللي فيه. نحن لين يقول رئيس الجمهورية عنه محذر من القبلية، وهو في ولاية الحوض الشرقي وذا اللي متلقي له القبائل، لكن ده سابق هو يحذر منها وتكلم عنها سابقا. تكلم عنها في منين؟ ما تكلم عنها في تنبدغه. تكلم عنها في تنبدغه، لكن سابق ذاك هو ما فات بحلمه بالخطاب. يقعدوا استقبلوه هذاك اللي القبائل ما هي بالضروره نعرفوه نحن استقبلوه. لا، الامناء العامون ووزراء وموظفين وادارات المشاريع والناس اللي تلاحق على اساس قبلي، ويعرف هو عن الناس اللي هم جابره في اطارها القبلي، ويعرف عنها تصوت انتخابيا وتصوت المرشح السلطة على أساس القبلي، ويعرف عن اللي منهم هون دبيتات على أساس قبلي، ويعرف عنه هو تعييناته ذاك اللي معين منهم، سواء من الوزراء، سواء من الأمناء العامون، سواء من مدراء القطاع، سواء من رؤساء المشاريع. هذا كامل اللي معين منهم كامل في بلد في مركز من مراكز الدولة معين على أساس قبلي، ومعينه حلفه القبلي ومعينه حلفه الجهوي. هذا يعرفه، ويعرف هو كرئيس الجمهورية عنه جذر القبلية والمحسوبية والزبونية، وعنه ذا العدل على أساس قبلي ما قد عدل في موريتان، حتى نظامه للطائع ما قد عدله، ونظامه لعبد العزيز ما قد خاض من حذاه، وظاهر لي عن تاريخ موريتاني من الانقلاب على المختار والداداهي إلى اليوم أكثر رقاج الأنظمة المتعاقبة اللي حكمت واللي جذرت الفساد اللي اليوم مضيع موريتاني. ظل لي عن اللي عدل هو ما قد عدله. بسم الحال يعود رئيس الجمهورية حارب القبلية، هو حاكم بوزراء سيادة من جهة واحدة ومن مجموعات قبلية واحدة. بسم الحال يعود قابل ربع حكومة عاطيه جيفته، ما يقدر يعود هذا التوجه الجديد عاطيه جيفته هو. بسم الحال يعود ذا اللي لا يتلقى له في النعمة، ولا يتلقى له في باسكنو، ولا يتلقى له في ولاته، ولا يتلقى له في عدل بقر، ولا يتلقى له في امرج، ولا يتلقى له في تنبدغه، ولا يتلقى له في جيجني. هو الناس اللي معين هو على اساس القبلي، ومعين على اساس احلافهم وعلى اساس جهاتهم. وبسم الحال يعود نقطة النقاش والصراع والتفاوت حول امور خارجه على القانون كيف المأمورية الثالثة. وباسم حال رئيس الجمهورية يقبل في لقاء مع اطر نواكشوط. انا ماني قايل اطر جيجني، ولا اني قايل اطر تنبدغه، ولا اني قايل اطر عدل بقرو، ولا اني قايل اطر اهل ولاته، ولا اني قايل اهل مبيكة الاحواش، ولا اني قايل اهل باسكنو، ولا اني قايل اهل النعمه. به اللي ذو الاطر اللي معينين ما يلا يعودوا في استقبال رئيس الجمهورية، يلا يعودوا في وزاراتهم، يلا يعودوا في قطاعاتهم يحلوا مشاكل المواطنين، يلا يعودوا يعرفوا عن مشيتهم في هذه الزيارة، عنها انقفلت مكاتبهم، عنها عطلت مصالح المواطنين. هذا ما يقد يعود غايب عن رئيس الجمهورية. وهذا في الحقيقة خطير في الوقت اللي أهل النعمة ما قد قطرت لهم ربينا، ما هو لين قال لهم عن الزيارة خارجة وعن الرئيس لا يجي.
تنبدغى عبروا عن ذا في اطار الشارع والتعبيرات اللي خاضت من المواطنين البسطاء. قالوا لهم نحن من رمضان ما قطرت لنا ربينا، يعني قال نعكم انتم جايين بدوا رباين يقطروا لا من يامس والله والنامس، ونعرف انا عن منين توفى الجوله رئيس الجمهوريه فترشح لا ينقبل الماء. وتنبدغى تعرفوا عنهم هون العام الماضي اعطوهم فتره زمنيه ما يضوي لهم امبوس. استاذ يعقوب، واهل النعمه نفس الشيء، والناس تنقتل على الحدود والوضعيه الامنيه. جاينا الوضعيه الامنيه رساله اخرى. ماذا تغير؟ هذا اللي قالوا للغزواني واللي قالوا لعبد العزيز واللي قال معاويه سابقوا، نفس الكرنفالات هي اللي كانت تعدل. علاش ما نقولوا عن الحزب ايضا؟ قيادات في الحزب في حلقات ماضيه من هذا البرنامج برروا الموقف، قالوا عنه ربما يعود توجه جديد حسب كلامهم، توجه جديد. ايضا بياناتهم اللي تتري بالخطاب، كل خطاب وكل ليله ياخذوا بيان فيه تفسير للحزب. البعض في المعارضه وصفوا تنميق للخطاب، والبعض وصفوا تفسير الحزب اللي نحن ما لنا معنيين به. احنا في اطار حزب تجديد الحركه الديمقراطيه تحدي المعنيين به ذا اللي يعني رئيس الجمهوريه وذا اللي يعني المواطنين. تشخيص طرف سياسي اخر كي حزب السلطه، هذا الحزب التعريفات اللي وخر منين قال رئيس الجمهوريه عنه ما قابل القبليه وعنه محذر منها، طاو هم تفسير مباشره وكذبوا الرئيس وقالوا عنه ذا قال ما هو حق عنهم معطيات معينه وبروا بها هذا الواقع. هو حزبك لين يعود يقول عنك ذا قلت ما هو حق، وانت هو رئيس الجمهوريه وانت هو اللي عندك السلطه طفر، وانت هو اللي قاعد تعدل وانت ما انا قاعد تعدله، وتعطي تهديدات ولا تعدلها، وتعطي اوامر ولا تعدل، وينتقدك حزبك هو الاول يفسر ذا اللي قلت بطريقته هو. اذا معناه شنو؟ اذا هم ازمه سياسيه وهم ازمه وجود وهم صراع اجنحه مقطع ليه بهذه الزيارات اللي ذيها، وهم اهداف من الزياره ما فات نجعل خلاصتها الحقيقيه، فات قال لا شيء من قدرها. احنا اليوم اللي مفصول فيه وكلمنا عنه باسم الحاله نستردوا اموالنا من مفسدين الحزب الحاكم ومن مفسدين اللي عينوا للغزواني. باسم الحاله نستردوا هذا اللي جابت لنا المفتشيه العامه للدوله، جابنا تقرير محكمه الحسابات، جابنا بعد تقرير محكمه الحسابات الاخير اللي عاد فيه ربع ذا الربع اللي يعدل من التفتيش، اللي لا حد انه ربع القطاعات اللي نجع لي من التفتيش ذا اللي نجع لي من التفتيش ذا اللي انقبض فيه في حدود 430 مليار. هذه 430 مليار قابضين هذول الناس اللي عينوا للغزواني، وهم الى اليوم ما فاتوا يقدموا المحاكمات، وهم الى اليوم ما فاتوا ينجبروا، وضحى ب 30 رقاش. وذيك هي خلقت اطار بين الاحلاف السياسيه ومجموعاتها وجنرالات اللي واقفين قدام وزراءها اذا ما هم قاعدين. استاذ يعقوب يدخلنا محور في محور اخر. ماني مدخل، احنا مازلنا في محورنا الاول، ياك ما ندخل في الرساله الاخيره. هي كانت كلام التالي في ماني عاجل هي كلام التالي في دقني. طبعا الرئيس تكلم ايضا عن الوضع الامني في الجاره مالي، واوصى المواطنين بالصبر والتحلي بالصبر نظرا للاخوه. ما انكم شايفين عن هذا قد عود تبرير سياسات تعدلها الدوله في الخفاء؟ نحن من 2019 من 2019 لبل اللي قاعده تندي ما قد سمعت خطاب ولا كلمه لرئيس الجمهوريه محمد الشيخ الغزواني، الرئيس الحالي اللي قالوا الخطه عنه نجح وقلنا نحن ذيك الساعه موقفنا ذاك. ذا الرئيس ما قد سمعت له خطاب ولا موقف عقلاني وموضوعي يكون ذا الموقف اللي قاله في قضيه مالي. اللي قاله في قضيه مالي ظل عنه مفيد، بيدي شخص واقع وتجاوز تحديات الحكم في مالي، شور علاقه الشعوب وعلاقه موريتانيا التاريخيه مع الشعب المالي، علاقه الشعبين، وظل عنه ذاك اللي قال فيها انا بعد بالنسبه لي من الشبه اللي قد سمعت عنده للغزواني الى بالقعدتنا هذه. وذاك الصلاة الأخرى المرتبط بنا نحن في وضعنا الداخلي ظل عنه في شيء أخطر من اللي سابقه. يقير في العادة عن هذا الرؤساء عادة منين يقبل واحد منهم يعدل منهم تصرف جيد، والله يقول خطاب مضبوط، يعقب وراه يجيب حمار. والمشكلة عنده عقب تلبو حمار. يقير بعد نعرف عن ذاك الموقف، ذاك الخلاصات اللي شفتها انا في ذاك الخطاب اللي قال في اللي متعلق بالامن وذي اللي متعلق بالوضعيه في مالي، عنه محترم وعنه جيد وعنه ينم عن متابعه وعن موقف جيد بشكل واقعي وبشكل موضوعي. واضح. في الرساله الثانيه ايضا في واحده من الرسائل في خطاب
نفى أي مشاكل داخل تشكيلته الحكومية، وحذر من الحديث عن انتخابات سابقة لأوانها، انتخابات رئاسية سابقة لأوانها، وقال عن الحديث فيها عنه ربما يعود تعطيل للعمل التنموي اللي تعدى الحكومة. هو رئيس الجمهورية يعرف عنهم وحدين من وزراء السيادة وقبطوا قالوها وقبطوا كتبوها، ويعرف عنهم وحدين من قوموا عنهم يدوروا عدوه باللو إلى وفاة مأموريته، وعنهم لا يحضروا الانتخابات من ضرك، وعنهم ما هم عاطين نفس يعني هم نفاوا هم واحدين منهم. هو قاعد يسوى نفاو يسوى ما نفاو، هذا حقهم الطبيعي. هو لو كانت موالاته ما فيها طموحات، ولو كانت الناس اللي داعمته ما يداعمته على اساس مصالح وعلى اساس طموحات، ما يعود مع حد، ومنين يترشح في بلديته هو المركزيه اللي فيها له ما ينجح. وهذه الناس اللي معاه مواليته على اساس عنه يمكنها من الثروه الوطنيه ويعطيها اموال الشعب الموريتاني، وعنه يعطيها المشاريع ويعطيها الصفقات، وعنه يعينها والدور منه لا المصالح. هو ما متفق مع حد يكون على اساس مصلحه. الناس اللي معاه تعرف عن اللي موحول فيه الموريتاني، عنه ما في مصلحه موريتاني، وعنه ما في المصلحه العامه، وعنه فساد. يقول هي الدور تعود شركاء في الفساد، وهذه الشراكه في الفساد اللي معدل النظام ما يخسر شيء لين يعودوا هم وحدين طموحين عنهم يعودوا رؤساء وراء، ياك يقوموا كاع اللي كان معدل هو ويقوموا لحلفهم ومجموعاتهم المصالح اللي كانت عندهم. وهذا هو اللي ضيع موريتانيا. هو الوسائل ما خلقت فيها انتخابات، هو الوسائل ما قدرت تخلق فيها انتخابات شفافه ولا قدرت تخلق فيها انتخابات نزيهه، وهو مولي الوساهه تقسم على اساس قبلي وعلى اساس جهوي. بكف الطموحات واللي باسم الحاله يعودوا للغزواني يتكلم لنا عن تداعيات القبيله والطموحات، وهو يعدل حكومته على اساس قبلي وعلى اساس جهوي. الحكومه اليوم معدله على اساس قبلي واساس جهوي، الحكومه اليوم مقرعه على اساس القبائل، ومنين ينقلع ومنين تخلق تعديلات، ومن ساعه الشيخ خلقوا التعديلات وزاريه. هذه التعديلات الحكوميه الثلاثه، هاو التعديلات الحكوميه الثلاثه جابوا ينقلع راجل من القبيله الفلانيه يندار بالأول عمه. هذا ما هو تعديل على اساس قبلي، هذا اللي يقسم كامل على اساس قبلي وعلى اساس جوي وعلى اساس مصالح. يعني تعود هم مده عنده طموحات ما ظاهر اللي عنه لا يرد هو عنه بدا التصريح اللي هو يقير. يلو كنا شفنا الجانب اللي قال في وضعيه الفساد، يلو كنا شفنا متابعه للمفسدين، يلو كنا شفنا المفسدين في الاحباس، يلو كنا شفنا الدوله الموريتانيه استرجعت شيء من اموال الشعب الموريتاني اللي قبضوها المفسدين، يلو كنا شفنا متابعه حقيقيه سياسيه، يلو كنا شفنا انعكاسات على واقع الشعب الموريتاني اليوم اللي فقير وجيعان، اللي ما عنده مويه، اللي ما عنده كره، اللي مقلوع حد منه ملك شيء ينقلع منه قوه النفوذ القبلي والنفوذ الجهوي، اللي مدمر على كل الاصعده. هذا في الحقيقه خطير. شوف نهارنا ذا هم لجنه من الحركه كفانا كانت متابعه وضعيه تظلم هون في نواكشوط على اساس قطعه الارضيه لراجل ينقال له الجد. ما ندخلونا في شيء. لا يدخلونا في شيء. هذا لابد من يجيبوا لك بين اللجان القبليه والجهويه. هذا الراجل مقلوع منه تراب ومدمره 5 اشهر على اساس احنا نتكلموا عن سياسات موريتانيا بشكل عام، ما هو بشكل خصوصي واضحه للقضيه. لابد لي انا ملي نضبطكم شوي لمحورنا. استاذ يعقوب دقيقه الحزب الحاكم لابد من نحضر الراي الاخر لانه غايب. عندكم الحق لانه غايب. هم اللي اختاروا يغيبوا ما يكتم حاضر الراي الاخر. منهم ما جاي يتحمل المسؤوليه. يكتم حاضر الراي الاخر. الحزب الحاكم بين والله قاع الرئيس بذاته قال عن المفسدين مبارك معاهم واعطى ارقام 70 رقاش وعن فم 30 شخص عنها محاكمه، والله قيد المحاكمه وفم واحدين في المحكمه. مثلا عن هذا هم اللي يقعدوا التوجه بحد ذاته شور محاربه الفساد. شوف جانب الفساد تقرير محكمه الحسابات الاخير تقرير 2022 وهذا التقرير جاب لنا في نهايه 2025. اذا هذه الناس اللي مشمولين في التقرير واللي كيما قلت لك هو في الحاله العاديه يلا محكمه الحسابات ويلا مفتشيه العامه للدوله ويلا المفتشيات التابعه لوزاره الماليه، هاو المفتشيات الاخرى الفرعيه، هاو مفتشيات يلا يتحموا على عمل الحكومه، يعودوا خلال كل سنه يعدلوا تقارير ياك نعرفوا عمليه التفتيش جميع القطاعات تعود ما هم قطاع ما تعرض للتفتيش، وهو اللي يتعرض للتفتيش ثلث عمل الحكومه، ويتعرض للتفتيش على اساساش ما هو على اساس معياري ولا هو على اساس قانوني ولا هو على اساس واضح، وهو عن هم مجموعه اللي هي اللي متحكمه في المفتشيه
تمشي الناس وتصفي الحسابات على اساس ذي الوضعيه اللي هي هم اللي يكتتبوهم، هم اللي دايرين اولادهم اقاربهم اصهارهم دايرينهم في المفتشيه، هم اللي يعينوهم، هم اللي يمشوهم ويستهدفوا بهم خصومهم السياسيين ويستهدفوا بهم الاحلاف الاخرى في اطار تصفيه الحسابات. ولذلك تجي النتائج جزئيه، هذه النتائج الجزئيه منين تنعرض امام الراي العام هي مهوله وخطيره، قريب من 430 مليار ما فات وخسرت مشيت حد نقبوا 30 لا ضحايا كباش فداء بين لي هاي 400 مليار زياده ما يقدروا يعودوا قابضين هذوك 30 من فاهم وقالوا 400 وقالوا عنهم كاع ما هم قابضينها. انت اللي تقبض وزاره الصحه اللي كرشه مسلول عودها ذا اللي فيها من النهب ما يجد على حد، تنقبض امينه عامه مخلوقه مولانا قال اللي قط انقبض من مليار ما تدور عليك انت، اللي سابقها منين وذو اللي عاقبها منين. انتم مالكم قاعد عن نتائج المحكمه نتائج التقرير. شوف نحن ما مستبقين النتائج يا غير وين هو ذا اللي خلق هو يقول لك عن لما شاف هو اللي قصعه ما يجي عقابها. التقرير 2019 شو رتب عليه؟ و2020 شو رتب عليها؟ ما هو رتب عليه شيء، ونحن في 2025 هذا مولي التقرير ما لا يرتب عليه شيء. نحن خلال 6 سنوات من حكم الغزواني هذه المأمورية الثانية ما خلق فيها ما هو فتح ملف العشرية، وفتح ملف العشرية اتضح أنه تصفية حسابات مع الرئيس السابق محمد عبد العزيز. إذا الجانب الآخر ما رأينا فيه شيء لغرك اليوم السجون ما فيها رقاش موقف على أساس الفساد. إذا هذا في الحقيقة خطير. الرئيس بعد قال عن في واحدين معطيات هو قال عنهم واحدين عندهم كرة وقيموا العياط وقالوا عنهم ما عندهم كرة. هو رئيس الجمهورية تنعطى له معطيات وها خطير، يقعد رئيس الجمهورية تنعطى له معطيات غير دقيقة وذم اللي يجبرين قال لك الأطر هذا لا قوموا، هذا لا الإدارة الإقليمية، وهذا لا الحكام اللي هم الولاد والناس اللي مختارينهم من الموظفين اللي جايين من واكشوط ياك يعبروا عن ذا. بذلك السكان المحليين ما ينجبروا. وذي اللقاءات اللي دور تعود شفت اللي متكلفه فيها الدوله ياسر من اموال الشعب الموريتاني هي ما عكست واقع ولا قدرت تترجموا به للسكان المحليين ما قدروا يعبروا عن واقعهم. فتحتهم بعد المجالات ما فتحتهم هم حددهم الحاكم والوالي اللي حدد موظفين مواكشوط. من قال هذا يعني عرفوه نحن انتم متابعينه ونحن ذا الروايه قدامنا يعني يعود ذي المعطيات اللي هي ما تعطي نتائج وزياره ذا هو كيف توقعها معناها عنها عندها اجنده اخرى ما فات قالت وذيك هي اللي نتحرى ونحن واضح. طيب نوصلوا ذاك موضوع الحوار. الرئيس تكلم عن الحوار بإسهاب وقال عنه متوقع داعي له بعض الأطراف السياسية كاملة كيف ما عدل في بعض خروجات الإعلامية خروجات باطل السابقة. وتكلم عن موضوع احتمالية تغيير في الدستور واحتمالية أيضا مناقشة باطل على الورق ما حد معالمة كامل. أنتم في حزب التجديد تحدي كيف وصلتكم هذه الرسالة؟ نحن سمعنا الموقف اللي قال من الحوار وعن الحوار عنه ضروري يخلق وهو سابق يمشي من عندنا من هون. ذيك الساعة بداية مأموريته ترينا هو نصق له قد حالنا للحوار وتقدمنا فيه لين عندنا قريب من انطلاقة الحوار. قال عنه الحوار ما هو خالق وعن ما هم أزمة تستدعي الحوار. وعقب عدل ذاك اللي قال عدلت وزارة الداخلية مع ذوك الأحزاب وعقب هم اللي تنكر له وزرقوا في البحر الأخضر وعقب عيط الأحزاب وعدل بهم ذيك المرحلة اللي وعدلت سابق انتخابات 2023 البلدية والنيابية واللي كانت كارثية وجابت لنا ذي السنين وزوروا انتخاباتنا من مخرجات ذاك اللقاءات التشاورية اللي وعدلت وزارة الداخلية ومنهم قسنا انتخابات رئاسية وخلقت فيها الأزمة اللي تبعتها ومنهم جينا لذي المرحلة ومنين قبل قال عنه الحوار لا يعدل ما هم عدلوا على أساس ضرورة الحوار ولا هم عدلوا على أساس عنهم أزمة سياسية واقتصادية واجتماعية ولا هم عدلوا عن أساس عن المواطنين الموريتاني ما يجبروا ولا يجبروا كرة ولا يجبروا الدول اليوم مقطوع في موريتانيا كاملة ولا يجبروا تعليم صالح ولا عندهم أمن ولا عندهم مرفق عمومي واحد صالح ولا هم عدلوا على أساس انتشار الفساد اللي ذوكما أموال الشعب الموريتاني تروس نهارا جهارا ولا هم عدلوا على ذي التحديات الأمنية وتحديات وحدتنا الوطنية وتحديات الداخلية والملفات الكبرى اللي مطروحة كقضية الحراطين وكقضية الإرث الإنساني وقضايا الشباب وقضايا الفقر. هذه التحديات ما هم عدلوا عليه قال عنه معدلوا نتيجة عنه من برنامجه هو إلين مشى هون وجا ولاية الحوض الشرقي قال في ذيك التصريحات اللي قال عنه لا يستهدف المدونة الانتخابية وعن شورى على قضية الانتخابات وهذا قاع هو اللي كنا احنا متحسين منه عن يعود الحوار الهدف منه عن هو الفات وعدل فيه كامل وعدل أحادي
هو اللي عين منسق الحوار، هو اللي طرح خارطة الطريق الحوار الى الناس اللي طلبت منهم مقترحات، هو اللي بدأها ب4 مرشحين للرئاسيات الماضيه وذيك 20 حزب المرخصه، وعقب ما اللي ضافنا احنا هذول الاخرين، وعقب ما ديدوا شغل المجتمع المدني، وعقب تتوسعت وعدلت ذيك الرؤيه اللي معدل منسق الحوار اللي معدل هو واستفوا اللي يمجوا بطريقه كاع ما هي معروفه. عاد منسق حوار عنده اداره كبيره ويركريت الناس ومعاه الناس تشتغل معاه ومعاه، واذا ما عرفنا باسم الحاله وعدل ولا يخضع لي بنود ولا يخضع لي قانون ولا شنو القانون المنظم له، إلين عدلوا الخطة هاي الخريطة وجابوها له. نحن في إطار المعارضة الديمقراطية جمعنا علنا موقفنا، نحن في إطار تجديد الحركة الديمقراطية قلنا عن حوار ما عنده ضمانات وعنه شيء منه ما هو معدل مع رئيس الجمهورية بشكل مباشر، بين اللي عاقبنا حوار ذكاء وعاقبنا الحوار اللي عقب ذاك وعاقبنا الروق مع ولي عبد العزيز، وذيك الساعة المعارضة شد قوتها وعطائها ومعاها قدر من رجال الأعمال، وعلى الأقل بعد مشجر بشيء ضرق ما تتخالي معناها عنهم معارضة جديدة ما فات استكملت الشرعية القانونية اللي إياك تقد تنافس، وهم معارضة قديمة شاخت وعدت معاهم هم وكانت معاهم. انتم شنو رايكم في ذي قال الرئيس باخبار الحوار؟ قال ذا هو قلنا له عن اول كان ماشي علينا نمل منه عن دور الحوار، اياك يعدل به تعديلات دستوريه، اياك نمشي شر الاتجاه الاخر، وظاهر لي انا عن ولا غزواني ما يا الله يعود غايب عنه عن مس المواد المحصنه لا تخلق تعديلات دستوريه، والله لا خلق حوار وفرصه ومنه ذاك اللي لا يعدلوا، خلقتك عن ذا وضعيه البلد ما تسمح به وعنه خطير وعنه يا الله يوفي ذي المأموريه ويتوادع مع الشعب الموريتاني وعدل انتخابات ما فيها وصايه ولا فيها توريث ولا هم حد لا يفرضي هو على الشعب الموريتاني، عن هذه هي مصلحه موريتانيا. فهي الظروف اللي ذي بها لموريتانيا ماتت حامله سنه واحده من حكمه للغزواني، فاحرى عن يقير صابره نتيجه للمأموريه، فاحرى قاع يعود يعدل. ثانيا لين يعود رئيس الجمهوريه يتكلم عن ذا ويوقفوا قدامه اطر من الموريتاني والله موظفين من الموريتاني في خطاباتهم الرسميه ويطالبوه بخرق الدستور، كان يا الله يعطي اوامر بتوقيفهم ومتابعتهم نتيجه عنهم طالبوا بمأموريه ثالثه. وهذا في الحقيقه خطير، خارج مرحله قط عدله ولا عبد العزيز في ذيك الساعه في وضعيه المأموريه الثالثه، وظهر اللي عنده الخطه ما عندهم اولا القدره عليها من الناحيه السياسيه، ولا عندهم كادره البشري، ولا عندهم انسجامها الداخلي، ولا عندهم. انتم في حزب التحدي شنو موقفكم من خطاب الرئيس اللي قال في اخبار الحوار باختصار؟ الحوار من الناحيه المبدئيه نحن ما يقد يعود هم رجال الموريتاني. ايش قال يا رئيس الجمهوريه؟ مطالب عن يقعدوا الموريتاني كاملين ويتحاوروا ما عندنا مرحبين به. يقير مرحبين به على اساس شروط ومضامين واضحه، وهذا ندار في الوثيقه اللي وقعت بعض من احزاب المعارضه الديمقراطيه. اذا الموقف هون اليوم ذا اللي قال رئيس الجمهوريه يجعل منين ما يتقدم ويعطي ضمانات حقيقيه عن اللي متعلق بالدستور الموريتاني ومتعلق بالمواد المحصنه اللي هي واضح بالمأموريه عنها خط احمر. بالحديث عن المعارضه واضح. وصلت الفكره؟ وصلت لكم انتم يا غير المتلقي مازال له شي فيها وانا لا نقولوا له، لا نقول له عنا نحن في اطار حزب تجديد الحركه الديمقراطيه ويا الله الاغلبيه يا الله احزاب المعارضه الاخرين ما يا الله يخلق اي حوار ما هو بضمانات مباشره من رئيس الجمهوريه، وهذا هو موقفنا ولان لا نمشوا فيه ويسوي تمشي فيه موريتاني كامل وموقفنا فيه منه صريح. ثانيا اي حوار يفضي الى مس المواد المحصنه ويفضي الى تشريع لمأموريه ثالثه ما هو لا يجي على رؤوسنا ويفهم وللغزواني وتفهم حكومته ويفهم حزبه عن المأموريه الثالثه ما هي خالقه ولا يمشي فيها حد، وعنهم منين يمشوا يتقدموا قايسينها يدوروا يعرفوا عن الشعب الموريتاني مولاي. النائب بحديثكم عن المعارضه النائب البرلماني بيرام الدحبيد المرشح السابق للرئاسيات بدون مقدمات في الفتره الاخيره وبعد خطاب الرئيس وكلامه عن الحوار عبر عن ارتياحه لهذا الخطاب، كيف تقرؤون هذا؟ ذاك رأيه هو ذاك رأيه شنو تعليقكم عليه انتم؟ ذاك رأيه هو السياسي وعبر عنه بطريقته. هذا اللي نقول لكم انا هنا راينا نحن وراي حزب تجديد الحركه الديمقراطيه، وعبرنا عنه بالموقف الصريح وفتنا عبرنا عنه في مؤتمرات صحفيه وفي بيانات رسميه صادره عن الحزب. اذا نحن موقفنا من الحوار واضح وصريح، ما قايسين حوار
يكون بضمانات مباشره من رئيس ما كافيكم من الضمانات اللي قال الرئيس. جايسين حوار لا يتمتس فيه المواد المحصنه من الدستور، ولان لا ينشرعوا للغزواني مأموريه ثالثه، يغير اي حوار اخر بضمانات واضحه لحل الازمات السياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه في البلد، نحن مرحبين به وندوروا نمشوا فيه، لكن لا يمشوا بحذر. ولا لا العضو لحنش خلي عالوا الحبل، نحن فتنا قسنا الحوارات الماضيه. انا سؤالي ربما ما وصلته بالطريقه الكافيه، لكن انا سؤالي هو قراءتكم للتحركات لعدله المعارضه بعد حديث الرئيس عن الحوار. أعطيتكم مثال تصريحات والله حديث نائب بيرام ولد عبيد، وأيضا حزب التواصل، حزب التجمع الوطني إصلاح التنمية التواصل اللي عدل عدة أنشطة منها مهرجان والحاشد اللي عدل اليوم اللي فات خليك. أنا شفت تصريحات الرئيس بيرام، سمعتها، وسمعت تصريحات النائب البرلماني محمد بوي والشيخ محمد فاضل، وسمعت تصريحات لعدة نواب من المعارضة الديمقراطية، والخطاب اللي اليوم ما سمعت اللي فاتوا الخطاب اللي قالوا اليوم في المهرجان كان معدل تواصل. يقدر نعرف عن الأطراف المعارضة كاملها عنها اليوم مطلوب منها أكثر من أي وقت مضى عنها تتفق وعنها تتكارد الأيدين من أجل حماية الشعب الموريتاني ومن أجل حماية مصالحه، وعن الوضعية اللي فيها البلد اليوم عنها وضعيه مخيفه، وعن اللي قد يوخضنا من ذي الازمه اللي نعتبره نحن حالا عن موريتاني فيها ازمه سياسيه واقتصاديه واجتماعيه. لا العوده الحوار جاد، والعوده لتطبيق القوانين، والعودة لمحاربة الفساد ومكافحة المفسدين، والعودة لاسترجاع أموال الشعب الموريتاني اللي قبضوا ذو الرجالة وذو العليات اللي معين ولا الغزواني ومعينين وزراء ومعين رئيس حكومته. وعندنا اليوم ما تات خارجة إدارة في موريتانيا ما معشش فيها الفساد، وعندنا أكبر تحدي اليوم قدامنا هو تحدي الفساد. وعن اليوم خلينا نجي لكم هذا في قالب سؤال أموال الشعب الموريتاني ما دام خضع عن موضوعي وله هذا قاع مد لا يتعدل اي شيء، هي واقع هذا اذا كيفتوا ايش تقدر تتعدل. خوتي الموريتاني اليوم خرص واقعنا اليوم، شوف التعليم ما هو خالي، شوف الصحه ما هي خارقه، خرص الحمى اللي ضربت نواكشوط ضربت موريتانيا، الاطباء كاملين عاجزين عن مستوى استيعاب اللي خالق من المرضى. لين تجي اليوم للطب الكبير وطب الصداقه وطب الصنادره وطب الشيخ زايد يوالك لدميه كلها جاي معاه رقاش مسندو وحاكم ودكتور. هذا ونحن ما لنا في حاله حرب، هذا وضع مخيف. ثانيا لين تجي للتعليم يوالك يشاشر اهلهم قالبهم يشتروا لهم لبسه يقيسوا بها المدرسه، هذا مخيف. يوالك لدميه مقطوع عنها الماء، يوالك مقطوع عنها الضوء، يوالك الناس معطلين مشاريعها، يوالك الشباب مصيوع، يوالك الناس ذوك اياها متلوبه تدمر مشاريعها. خلص واقع هذا القاعات، وواقع المطاعم، وواقع الشباب الصغيرين، وواقع المشاريع، واقع الرالات، واقع التاكسيات، واقع ذو الفقراء المطحونين اللي دمرهم نظام. انتم في حزب تحدي اذا قررتم المشاركه في الحوار، شنو السياسات اللي تطرحوا انتم للحكومه باختصار؟ نحن رؤيتنا السياسيه واضحه، ما لا نقيسوا الحوار، ما عندنا مقترحات مكتمله اللي ينقالوا الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية تعود مقترحات شاملة، وهذا هو اللي فتنا عكفنا عليه وعكفت عليه لجان، واللي قبضنا له المختصين من دكاترة ومن مهندسين ومن أصحاب تجارب، يسوى ذلي منهم في الحزب ويسوى واحدين منهم في إطار الاستشارات خارج الحزب يقير عندهم التجربة ونعرفوا عنهم مفيدين. وحددنا رؤية واضحة لإصلاح التعليم، ورؤية واضحة لإصلاح الصحة، ورؤية واضحة لإصلاح الوظيفة العمومية، ورؤية واضحة لإصلاح قطاع العدالة، ورؤية واضحة لإصلاح الشؤون الاجتماعية، ورؤية واضحة للأزمة موريتانيا الكبيرة، الكرشة الكبيرة اللي يلتفق فيها اللي ينقال لها تآزر، واللي ينقال له القطع الأرضية اللي متعلق باللي ينقال له الإسكان والعمران. هذا كامل عدنا في رؤى واضحة، إضافة للملفات الكبرى اللي متعلقة بالمظالم الوطنية الكبرى، كيف قضية الإرث الإنساني وكيف قضية الحرائق. جانبكم الحقوقي والله جانب يتعلق بالحزب. جانبنا الحقوقي وينه حزب سياسي اليوم ما عنده رؤية لهذه الملفات، معناه عنه ما هو قاعد يعدل السياسة، معناه عنه ما هو واقعي. حزب سياسي اليوم ما يقدر يقول لك عن موريتانيا فيها الناس اللي مظلومة، وعن فيها الناس اللي مفقرة، وعن فيها الناس اللي ما هي محضرة في ثروة موريتانيا، وعن فيها الناس من جميع المكونات من بيضانها وحراطينها وكورها مضروب بهم
مهمشه ومفقره وتشري البريقه ب2000. هذا هو واقع الشعب الموريتاني. ومنه اليوم حزب يقد يعدل برنامج سياسي ما فيه ذا اللي مرتبط بالهجره ولا فيه تهجير 40,000 شاب ذيك اياها عاد تطيح في الشوارع في امريكا وفي اوروبا نضيعها. واضح استاذ مضيعين المخدرات. استاذ يعقوب في الحقيقه مخيف وخطير. واضح. واي مشروع سياسي ما عنده رؤيه وتصور لهذه التحديات الكبيره اضافه لوضعنا الاقليمي وتحدياتنا الامنيه اعرف لك عنه ما هو حزب ولا اللي واحد فيه عبثي ولا عنده رؤيه ولا عنده تصور. استاذ يعقوب احمد المرابط رئيس حزب تجديد الحركه الديمقراطيه التحدي، شكرا جزيلا لكم على هذه الاراء. ايضا الشكر موصول لكم انتم مشاهدينا الكرام متابعي قناه الساحل، والى حلقه جديده وموضوع اخر من برنامجكم ظلال الخبر. دمتم في امان الله.